السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء الكرام، سعيد دائما أكون مع حضراتكم. أكيد النهاردة عندنا كتير موضوعات تهمنا وتهم حضراتكم. لا وقت للراحة في فريق الزمالك لكرة القدم. بالأمس فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري، واليوم يستأنف تدريباته على ملعبه استعدادا لمواجهة فريق سموحة في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بكأس الرابطة. جوزيه بيسيرو رفض منح اللاعبين الراحة لالتقاط الأنفاس، وأصر على أن يؤدي تدريباتهم اليوم على ملعبه لتجهيزهم وإعدادهم للمباراة القادمة. طبعا كالعادة تدريب النهاردة حيكون تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين اللي شاركوا في مباراة حرس الحدود، وأما اللاعبين المستبعدين والبدلاء والاحتياطيين الذين لم يشاركوا هيأدوا تدريبات كاملة فيها فقرة بدنية وفقرة فنية. وطبعا أكيد قبل انطلاق التدريب في جلسة هيعقدها جوزيه بيسيرو مع اللاعبين ليتكلم معاهم في الأمور الفنية وبذل الجهد والعطاء، والتأكيد أن الفريق فرصته قائمة في المنافسة على بطولة الدوري. وده الكلام ده قاله في المؤتمر الصحفي. طب تعالوا نتكلم نشوف قال إيه في المؤتمر الصحفي. جوزيه بيسيرو اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال: قدمنا مباراة جيدة في شوطها الأول وكنا الأفضل، وكان لنا فرص هجومية كتير جدا وكنا الأفضل دفاعا وهجوما، لكن الأداء في الشوط الثاني كان أقل من المستوى. رغم من كده لكن اللعيبة كان عندهم إصرار وعزيمة على مواصلة العطاء وتحقيق الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاث. قال: الأمر لم يكن سهل إطلاقا انك انت تجهز فريق نفسيا بعد الخساره من ستالين بوش والخروج من كاس الكونفدراليه الافريقيه. كان الامر خد وقت صعب لتجهيز اللاعبين ومنحهم حوافز للعب امام فريق حرس الحدود والفوز عليه والحصول على النقاط الثلاث. قال: مصطفى شلبي لعب كراس حربه مهاجم في هذه المباراه، واحمد فتوح لعب في مركز جديد. المركز الجديد ده مركز الجناح، ودي قال الظروف اللي فرضت علينا هذا الوضع. كل اللاعبين ما فيش حد في الجناح الايمن. احمد فتوح بصراحه لاعب كبير، لاعب عنده قدرات وامكانيات كبيره جدا، نجح في مركز الجناح اللي اختاره له جوزيه بيسيرو. لاعب بيقدر يعني يملأ فراغ اي مكان، لامكانياته وقدراته عاليه جدا وكبيره جدا. وقال: فرصة الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود في المنافسة على بطولة الدوري أصبحت كبيرة مع بيراميدز والنادي الأهلي. يعني الدوري في الملعب حسب كلام جوزيه بيسيرو. ده الكلام اللي حضراتكم قاله جوزيه بيسيرو بعد المباراة. هناك مشكلة حصلت في الزمالك قبل مباراة سموحة، أن ناصر ماهر رفض الجلوس احتياطين. يعني المدير الفني له رؤية فنية، عشان كده اختار أحمد فتوح لهذه الرؤية الفنية عشان يلعب جناح أيمن. طبعا ناصر ماهر رفض وجوده في التشكيل الأساسي، وحصلت مشكلة ما تحولتش لخناقة، لكن المشكلة كان رفض. هتلعب؟ لا مش هلعب. هتروح احتياطي؟ مش هتروح احتياطي. وعشان كده عبد الواحد السيد قرر إيقاف ناصر ماهر وحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوصية بخصم 25% من مستحقاته المالية، لأن ما ينفعش. المدير الفني هو صاحب الرأي، المدير الفني هو اللي بيتخذ القرار مين يلعب مين ما يلعبش. الحاجة التانية، طب ما احمد فتوح جلس احتياطيا لناصر ماهر. احمد فتوح اللي الامكانيات الكبيره، لاعب المنتخب الوطني، قعد احتياطي لناصر ماهر. مش كده وبس، ناصر منسي اللي هو هداف الدوري دلوقتي معظم المباريات قعد احتياط، ما اعترضش ما اتكلمش، ما حدش سمع صوته. فعشان كده الانضباط وقوة الشخصية وتحقيق الالتزام أمر مهم جدا. كمان عبد الله السعيد واحد من نجوم الكرة المصرية، قعد احتياطي في بعض المباريات. ايه المشكلة؟ ما قالكش لا انا عبد الله السعيد ومش هقعد. كرة القدم ما فيهاش كده. دي نصيحتي لناصر ماهر إذا أراد أن يكمل مشواره مع نادي الزمالك. انت تقعد احتياطي، المدرب يلعبك، المدرب ما يلعبكش، دي مش مهمتك. مهمتك انك انت تنفذ تعليمات المدير الفني، تنفذ تعليمات الجهاز الفني، تلتزم بالضوابط والقواعد الموضوعة في الفريق. الحاجة الثانية، انا كنت اتمنى من الكابتن عبد الواحد السيد الا يعلن عقوبات ناصر ماهر. اولا ما حدش هيسألك انت عاقبته ولا ما عاقبتوش، ولا حد هيعرف انه رفض احتياطي ومش رفض احتياطي. ليه؟ عشان انا الزمالك مش حامل مشاكل، الزمالك اللي عنده مشاكل كتيره جدا، مش عبء هذه المشاكل. جاي مشكله زي دي، عاقبه، طبق عليه اللائحه وحوله للتحقيق وبخصم مستحقاته دون الاعلان.
هذه الامور انا كان يجب ان تتم في الغرف المغلقه، ومحدش هيسال ناصر ماهر لعب ولا ما لعبش. ليه؟ لان احمد فتوح اقنع الناس واقنع الجمهور بادائه العالي وامكانياته الكبيره، اقنع الناس ده. وعشان كده جوزيه بيسيرو قال لك ده لعب في مركز جديد. احمد فتوح يلعب في اي مكان. احمد فتوح ما لديه من قدرات وامكانيات، بس يركز في كره القدم هيبقى احسن لاعب في مصر. فده ناصر ماهر اللي مش عاجبه يقعد احتياطي، عبد الله السعيد احتياطي وفتوح قعد احتياطي، ناصر منسي هداف الدوري من دكه الاحتياطي، لان لو بيلعب في كل مباراه اساسي اكيد دلوقتي كان انفرد بمسافات بلقب هداف الدوري، 9 اهداف. ما علينا. هيغيبوا عن مباراة الفريق في مباراته القادمة أمام النادي المصري المقرر إقامتها في الأول من مايو القادم في بطولة الدوري. محمود حمدي الونش ومحمود بن تايك، ده حضراتكم هيغيبوا بسبب تراكم الإنذارات، حصلوا على الإنذار الثالث فمش هيلعبوا المباراة اللي جاية امام النادي المصري. طبعا جوزيه بيسيرو عنده حلول كتيره لهذا الامر، يعني لو قلنا مش هيبقى موجود الونش، مش هيبقى موجود، هيعمل في احمد حسام. لو قلنا محمود بن تايك مش هيلعب ظهير ايسر، لا، في احمد فتوح ده مكانه الطبيعي اللي بيجيد فيه وتالق فيه احمد فتوح، وفي محمد حمدي. اذا في البدائل موجوده في فريق الزمالك. لكن مباراه المصري مباراه كبيره، ومطالب من الزمالك مواصله الانتصارات في ال6 مباريات المتبقيه من اجل المنافسه على بطوله الدوري. الامر وارد، وارد. الزمالك تحصل مفاجاه وياخد بطوله الدوري، ممكن تحصل المفاجاه والمعجزه والزمالك يحصل على بطوله الدوري. تعالوا نتكلم على موضوع اخر حضراتكم، شروط عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب كبير، لاعب دايما عنده احلام وطموحات وعنده حوافز للعب، هدف يلعب من اجله. فعبد الله السعيد عشان يجدد عقده مع نادي الزمالك، كل اللي اتكلموا معاه سواء لجنه تخطيط او مجلس اداره قال لهم شروط محدده. انا عشان اجدد عقد من الزمالك الشرط الاول عقد صفقات كبيره تساعد فريق الزمالك على التفوق وتحقيق البطولات. ده الشرط الاول، ده عبد الله السعيد قال لهم عشان ده انا لازم عشان اجدد عقدي مع نادي الزمالك، 1 عقد صفقات كبيرة تساعد الزمالك على التفوق وتحقيق البطولات. قيمة العقد قال لهم 35 مليون حسب الكلام اللي وصلنا، ومدة العقد موسمين. عبد الله السعيد يدي موسمين. عبد الله السعيد بامكانياته دي، قدراته دي، ويعني وحالة التأهب اللي هو فيها، لا ده يلعب موسمين وهو مستريح. الشرط مدة التعاقد 2 زي ما قلت لحضراتكم. الشرط الرابع تأجيل التفاوض معاه لحين تحقيق الشرط الأول. ليه هو الشرط الأول؟ اللي هو عقد الصفقات الكبير. دي شروط عبد الله السعيد لتجديد عقده مع الزمالك. في عروض أمامه، في عروض أمامه. جاي له عروض من ليبيا، جاي له عروض من مصر، من نادي المصري، جاي له عرض من أندية تانية في الدوري المصري. تعالوا شوفوا حضراتكم فضيحة رابطة الأندية اللي رئيسها الأستاذ أحمد دياب. رابطة الأندية بعد فوز الزمالك راحوا منزلين جدول الدوري، نزلوا جدول الدوري على صفحتهم على حسابهم الرسمي بعد فوز الزمالك. اللي كتبوا ايه بقى بعد ما نزلوا جدول الدوري وان المتصدر هو بيراميدز؟ قالوا كتبت رابطة الأندية تخصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم بعد انسحابه من المباراة الأولى اللي هي كانت مباراة القمة. بعد لحظات مباشرة تم رفع هذا الكلام وتم رفع هذا حذف الجدول الدوري واتشال ده كله خالص. ليه؟ هو الاهلي على راسه ريشه، لا تطبق عليه اللوائح ولا تطبق عليه القوانين، ما هو منسحب، نادي منسحب، تخصم منه نقاط في نهايه الموسم. وده الكلام اللي كتبته الرابطه، تخصم 3 نقاط من الاهلي بنهايه الموسم بعد انسحابه من المباراه الاولى. ده اللي كان مكتوب، تم شيله، حذفوه. فضيحه بجلاجل. انت مش قادر حتى تكتب على صفحتك نتائج او نصوص المواد اللي موجوده في لائحه المسابقات، ان الفريق المنسحب بتخصم منه 3 نقاط للمباراه و3 نقاط في نهايه الموسم. مش قادر تكتبها. سيبك ان الامر ينظر امام لجنه التظلمات، المفروض ده يتكتب لحين صدور الامر من لجنه التظلمات او لجنه استئناف اتحاد الكوره، واي حاجه مخالفه للوائح طبعا الزمالك مش هيسكت، لانك انت ده اللائحه اللي بتقول كده. لجنه التظلمات هتطلب تعديل اللائحه عشان ما تطبقش القانون على النادي الاهلي؟ اعتقد لا. دي فضيحه رابطه الانديه.
طبعا انا اتكلمت مع حضراتكم على موضوع زيزو اللي تواصل مع الاستاذ عمرو الجنايني وعرض عليه انه العوده والكلام كتير في هذا الموضوع، وطلعوا الناس قال لك لا ما حصلش وزيزو مش هيرجع. ايوه زيزو مش هيرجع. عارفين زيزو مش هيرجع الزمالك ليه؟ عشان جمهور الزمالك عايز كده. جمهور الزمالك لا يمكن يتعامل مع لاعب خان جمهور الزمالك، مع لاعب هارب، مع لاعب يعني خدع الجميع، خدع الجميع، مسؤولين وجماهير، خدع الناس كلها، وكان يبوس الفانيلا لكن مشي وراح النادي الاهلي. فجمهور زيزو حتى اداره نادي الزمالك لا تستطيع ان توافق على عوده زيزو لنادي الزمالك احتراما وتقديرا لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك هو الدرع والسيف، جمهور الزمالك هو الدعم الاساسي لنادي فريق الزمالك ونادي الزمالك. طب هتقولي لي انت طالع تقول الكلام ده ليه؟ في جديد؟ في جديد. حضراتكم تم تجهيز الملف وتم تسليمه بالفعل للمحامي الايطالي، وانا هقول المحامي الايطالي ده محامي كبير قوي قوي قوي، والملف تولاه توكيل من مجلس الاداره احمد حسام ميدو بصفته عضو لجنه التخطيط، ومعاه امير مرتضى. الملف فيه تفاصيل كتيره، بس هتكلم على المحامي الايطالي الشهير اللي له قضايا كلها ناجحه في المحكمه الرياضيه او في الاتحاد الدولي لكره القدم. المحامي هو اسمه سلفاتوري تشيمالي. سلفاتوري ده محامي الايطالي تشفالي، ده محامي نادي ميلان ومحامي نادي نابولون ومحامي قبل كده كانافارو. ده اللي تولى قضيه الزمالك مع كهربا، وقدر يعني يحصل على احكام لصالح نادي الزمالك بتغريم كهربا 2 مليون و400 الف دولار اللي حضراتكم شفتوها، اللي حصلها مجلس اداره الكابتن حسين لبيب بالجنيه المصري وبالقسط. لكن هذا المحامي ضليع في الفيفا وقوانين المحاكم الرياضيه، عشان كده تواصل. وهو صديق امير مرتضى. صديق مين؟ السلفاتوري ده صديق امير مرتضى وعلى تواصل دائم معاه. مجرد ان تم التواصل معاه استجاب فورا وانا جاهز. تم تسليمه الملف بالكامل، ملف زيزو، لان ملف زيزو حضراتكم شرحت لكم الماده اللي هي من لائحه انتقالات اللاعبين التابعه للفيفا، ان الماده 17 بتعتبره لاعب هارب في فتره حمايه، وبتعتبر النادي الاهلي نادي محرض في فتره حمايه، فبتطبق عليهم عقوبات، وقف قيد في النادي الاهلي لمده فترتين، وايقاف زيزو من 4 إلى 6 شهور، وتعويض نادي الزمالك بقيمه العقد اللي راح بيه النادي الاهلي. فانت لازم تقدم ما يثبت صحه موقفك. ما يثبت صحه موقف الملف اللي استلمه السلفاتوري وقدمه لجنه الانضباط اولا، بعد كده هيكون في اجراءات اخرى للمحكمه الرياضيه. سلفاتوري تسلم فيديوهات، تسلم وثيقة سفر اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة الأهلي، تصريحات بعض المسؤولين في النادي الأهلي زي تصريحات الكابتن مصطفى عبده وهو إعلامي في قناة الأهلي التي تمثل الجهة الرسمية أو الإعلام الرسمي للنادي الأهلي، وده مهم جدا. تصريحات الكابتن مصطفى عبده بصفته إعلامي شغال في قناة الأهلي، يعني يمثل صوت الأهلي، يمثل الرأي الرسمي للنادي الأهلي. وهناك تصريحات كتير تم أيضا ضمن الفيديوهات اللي تم تسجيلها في السيديهات اللي رايحت للمحامي سلفاتوري. إيه اللي حصل بقى؟ سلفاتوري هو بيقدم للجنة الانضباط طلب شق مستعجل عشان تطلع القرارات مستعجلة، عشان تنظرها لجنة الانضباط وتطبق اللائحة بنصوصها بحذافيرها، لائحة اللاعب اللي هارب ومش عاوز يجدد. بالإضافة إن الزمالك أيضا عمل محاضر ضد أحمد زيزو عشان منقطع عن التدريبات ومش عاوز يجي التدريبات. النهاردة الكابتن شبير في برنامج إذاعي طلع قال زيزو لن يعود للتدريبات في نادي الزمالك. يعني في لاعب ينقطع عن التدريبات لمدة شهرين، باقي من عقده شهرين، وهو ما زال زيزو على ذمة نادي الزمالك. الزمالك مش عايز يرجع، ولا جمهور الزمالك هيسمح بالعوده اطلاقا. يعني جمهور الزمالك دايما شعاره من خان لا يؤتمن، فقال لك مش عايزينه واحنا خلاص صرفنا النظر عنه. ده جمهور الزمالك مش رايي انا. اعتبروه لاعب هارب. كهربا هرب هيرجع تاني الزمالك؟ لا اطلاقا، على الرغم ان الاتحاد الدولي عاقبه والمحكمه الرياضيه عاقبته في حكم نهائي وبات ب 2 مليون و400 الف دولار. فدي الاجراءات اللي تم اتخاذها الان. كل يوم هتواصل مع حضراتكم لنقل المزيد من التفاصيل.
تعالوا حضراتكم، في خناقه حصلت بين محمد شوقي واحمد زاهر مدير الاداري لفريق بيراميدز. والخناقه دي احمد زاهر يعني محمد شوقي حاول يشتبك مع احمد زاهر، حاول يتخانق معاه، حاول يستفزه، والسبب ان هو محمد شوقي راح يعني يتكلم بطريقه غير لائقه مع حاملي الكرات، وقال لهم بتعطلوا اللعب مش تعطلوا اللعب. فاحمد زاهر قال له لا، ده لاعيبه عن كويسه، وكمان احنا مش هنعطل اللعب لان احنا فريق كبير وبنلعب من اجل الفوز. فحاول يشتبك معاه لمجرد ان قال له بيراميدز فريق كبير، حاول يشتبك معاه وتحولت لخناقه. طب تعالوا، احمد المليجي مراقب مباراه الاهلي وبيراميدز. هناك احداث تستوجب العقاب، ومنها اشتباك امام عاشور مع يورشيتش. اشتباك يعني امام عاشور دفع مدرب بيراميدز يورشيتش بكلتا يديه، يعني لازم يتعاقب، يعني لازم يتعاقب. الكلام اللي حصل انه يورشيتش بيكلم مدافعي بيراميدز، يعني بيلومهم ازاي هدف الاهلي يدخل في اللحظه دي وبيراميدز هو الافضل، بيلوم لعبته. انت مالك يا امام عاشور؟ راح دفعه وزقه بكلتا يديه، زقه ودفعه بكلتا يديه، يعني في عقوبه. والمفروض كمان ان احمد المليجي يكتب ده في تقريره، ده في تقريره، ده اللي بطلبه. المفروض يكتب هذه الواقعه اللي هي غير رياضيه، واقعه غير اخلاقيه، دي تكتب في التقرير، لانك انت اللاعب لاعب والمدرب مدرب، وبعدين ده مدرب المنافس، انت راح تدفعه تتخانق معاه وتزقه ليه؟ مش من حقك. طبعا علمنا من رابطه الانديه، قال لك احنا ننتظر رابطه الانديه اللي هتاخد قرار معاقبه امام عاشور. علمنا منهم ان قال لك احنا بننتظر تقرير مراقب المباراه احمد المليجي، ننتظر تقرير مراقب المباراه احمد المليجي. واضافوا من عندهم رابطه الانديه، قالوا انه شايفين ان الواقعه اللي حصلت تستوجب الغرامه الماليه، لكن ما لا تستوجب ان احنا نوقف امام عاشور. يا سلام، انتوا بتفصلوا اللوائح او بتفسروا الوقائع حسب رؤيتكم وحسب وجهه نظركم. ده عار، ده اعتداء على حجم الفريق المنافس، على طول عقوبات مغلظه، الايقاف من 4 ل6 ماتشات. ليه امام عاشور مش يشتبك مع المدرب يورشيتش وهو ملهوش ذنب؟ هو راح بيتكلم مع لعيبته، نزل المدرب سرح ونزل المدرب وهو بيكلم لعيبته، يتعاقب المدرب. شوفوه يتعاقب ازاي، بالغرامه، وليه نص لائحه بيقول. لكن لاعب يعتدي على المدرب، لا، دي جديده علينا في الملاعب. طبعا تقرير المباراه اللي المفروض احمد مليجي هيسلمه لازم يتضمن السباب الجماعي لجماهير الاهلي، سباب جماعي لجماهير الاهلي، سباب ناس كتير جدا، ناس كتير اتشتمت كتير جدا، فده السباب الجماعي لازم يكون في التقرير، بالاضافه الى اشتباك محمد شوقي مع احمد زاهر. في خناقه في الاهلي دلوقتي. هتقول لي خناقه ايه؟ ايوه، في خناقه في الاهلي بين كولر ومحمد شوقي، خناقه بين كولر ومحمد شوقي. كولر طبعا اتهم محمد شوقي ان هو يعني بالتدخل في الامور الفنيه في الفريق. عندما تحدث مع بعض اللاعبين في الامور الفنيه، الراجل شاط وغضب وزعل وحذره وقال له لا يمكن تتكلم في امور فنيه مع لعيبه، انا هنا المدير الفني اتكلم، انت علاقتك باللاعبين علاقه اداريه فقط. وتواصل مع الكابتن محمود الخطيب وقال له على الواقعه، ومحمود الخطيب يعني وعده باتخاذ الاجراءات اللازمه مع محمد شوقي القائم باعمال مدير الكوره. شكرا لحضراتكم، ونلتقي في حلقه جديده ان شاء الله.